السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد في قناتكم تربية بيتي. النهاردة هقول لكم على نوع من العلف ممتاز جدا، مليان بروتين، حلو قوي قوي، ويعتبر ببلاش في الأيام الحلوة اللي احنا فيها دي. الكيلو منه ب10 جنيه. عارفة يعني ايه ب10 جنيه؟ حاجة كده خيال. جميل جدا جدا، هيعمل لك زيادة أوزان عالية لأن هو عبارة عن بروتين ما شاء الله، يعني ممتاز جدا. في احماض امينيه عاليه جدا جدا، فيعتبر روعه اختراع يا كوتش بجد يعني. لو مش حتى في الحواليك لازم تسالي عليه وتجيبيه. هيخلي الفراخ بتاعتك تفرق قوي قوي قوي. طبعا احنا الفراخ اللي قدامنا دي فراخ فيومي روزي. النهارده عمر 21 يوم. بسم الله ما شاء الله، لا قوة الا بالله، حاجة جميلة. لسه 21 يوم، يعني لسه ما كملوش شهر، بس ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. بان الديك من الفرخة جامد يعني، والديك بتاعته حتى كمان بتأذن. اللي طربوشه احمر ده الديك، واللي ما فيهوش له طربوش ده الفرخة. اللي هما بياكلوه ده حاجة بعيد خالص عن العلف. انا ما باكلهمش علف من اول يوم. الدورة ديت احنا بادئينها مع بعض، وجايبين الفراخ دي من عمر اول يوم، واكلناهم بدايل العلف. واللي عايز الرابط بتاع الدورة يكتب لي في التعليقات وانا احط لك الرابط بازاي استقبالهم وازاي اكلهم من اول يوم بدون علف. واللي هما بياكلوه ده كمان مش علف، دي وصفة التسمين اللي احنا بنعملها. لو بتشوفينا لاول مرة ما تعرفيهاش اكتبي لي في التعليقات وانا احط لك الرابط بتاعها. تمام كده؟ تمام. النهارده بقى الفراخ بتاعتنا. انا زيك، يعني انا كمان بشتري اكل للفراخ، وانا كمان عايزه اربي فراخ واملى بيتي خير. من غير ما اكلف كتير، يعني مش عايزه اصرف. فالغلا عمال يجري قدامنا. حد من حبايبي امبارح قالت لي شوفي لي حاجه غير الدشيشه، لان حتى الدشيشه بقت غاليه. وفعلا الدشيشه عندي انا دلوقتي ب 22 جنيه. فحاجه يعني الله المستعان بجد. فربنا يسهل. بس انا بقول ايه، دايما انا بهدي نفسي بالموضوع ده. ودي حقيقة انه العلف بيغلى، واللحم برضو هيغلى. يعني الفرخة دي عشان تروحي تشتريها من بره هتبقى بالشيء الفلاني. ونفس الحكاية لو انت بتعملي مشروع، هياها. لو انت صرفتي مثلا وجبتي بالشيء الفلاني، فانت لازم هيبقى ليكي مكسب. اهم حاجة في الفترة اللي جاية يا جماعة، وياريت تاخدوا بالكم الكلمتين دول قوي قوي قوي. اللي هيشتغل دلوقتي وهيأسس شغل من دلوقتي وهيبقى عنده حاجة، هيقدر يقاوم الوضع اللي جاي بعد كده. احنا سامعين انه الدنيا عمالة تغلى، ولسه هتغلى كمان وكمان. اكتر من اللي احنا فيه ده، اكتر من اللي احنا فيه ده. فانت على قد ما تقدري، لو عمرك ما كنت بتربي ربي، لو ما كنتش بتعملي مشروع كنت بتربي على قد نفسك، اعملي مشروع. انا بقول لك اهوت، لان الايام اللي جايه اللي هيبقى عنده حاجه احسن من اللي ما عندوش. وقبل كده قلت لكم كملوا وربوا. والناس اللي سمعت كلامي وربت ما ندمتش. بقت الدنيا عماله تغلى وهم عندهم حاجتهم في بيتهم، سواء بتربي فراخ بيضه او فراخ بلدي او اي طيور. فتربيه الطيور دي تعتبر الفتره اللي احنا فيها دي اساسيه ومهمه، حتى مهما كانت الاسعار غاليه. طبعا احنا بنربي ببدايل علف من غير علف، بندور على الحاجات اللي هي ايه المتاحه عندنا في البيت. يعني عندك عيش ماشي، عندك بطاطس ماشي، عندك جزر، الخضار اللي في السوق، الحاجات دي كلها بنقدر ان احنا نحطها للطيور. الفراخ بتاعتنا ما نقدرش نحط لها خضره الا لما تكمل اسبوع. الخضره لازم تكون ناشفه، ما تكونش مبلوله، ما فيش عليها ميه. بنعملها طقه واحده بس في اليوم الخضره دي. بص الترتيب بقى، وازاي تتعاملي مع الفراخ، وازاي تاكليها على قد ما يعني باقل التكاليف. الكلام دوت موجود على ايه، على مدار الدوره كلها، عشان ما يعيدش الكلام تاني. طيب انا دلوقتي كنت بحط الشيشه وبحط عيش. انا ما عنديش عيش كتير، يعني العيش طبعا ما بقى غالي هو كمان ومش متوفر، ما بعرفش اجيبه. فانا جبت لكم الكنز ده يا جماعه، حلو جدا جدا جدا. هتقولي لي ده ايه، وهقول لك برضو دلوقتي على حاجات تانية جميله ممكن تستخدميها زيه. ده مش رده ومش سرس. ده ايه بقى؟ ده قشر الصويا. عارفين الصويا اللي غليت، اللي قاعدوا يقولوا هي السبب في غلاء الاسعار في البدايه، اللي بيعملوا منها العلف اساسا. في بقى بيتباع حاجه اسمها قشر الصويا، قشر الفول الصويا. ده رائع جدا 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 للفراخ. اللي هتقولي الفراخ هتاكله، هقول لك الفراخ هتاكله كويس جدا. يعني من عمر 10 ايام تقدري تقلبيه. من اول ما احنا عملنا الدشيشه دي، حطيناها للكتاكيت من عمر كام، من عمر 12 يوم او من عمر 15 يوم تقريبا.
بدات احط لهم الدشيشه الصفرا دي كوجبه ناشفه غير الوجبه اللي انا بعملها التانية طول النهار، على اساس انا باكل الفراخ ليل ونهار وقايده لهم لمبه شغاله اللمبه. وعملنا قبل كده مع بعض فيديو اللي عملنا فيه خلطه من الدشيشه مع العيش الناشف المدشوش. طب افرضي انت ما عندكيش عيش ناشف، تعملي ايه؟ هاتي بقى اللي هو قشر الصويا ده، الكيلو ب10 جنيه. شوفي بقى، ممكن يكون عندك انت ب11 ب12 حسب المنطقة اللي انت فيها، بس انا جايباه الكيلو ب10. ممتاز جدا. قلبيه بقى على كيلو منه، او يعني مقدار منه على مقدار من الدشيشة زي ما انت شايفة كده. ده كمان تقدري تعملي فيه ايه بقى؟ تقدري تضيفي عليه عيش مدشوش، تقدري تضيفي عليه تجيبي لو عندك سرس. عارفين السرس اللي هو قشور الارز، قشر الرز قبل ما يبقى يتحط في المكن ويطلع ويتقشر ويبقى رز، بيبقى عليه قشر كده زي القمح. قشر الرز ده اللي هو السرس، بتقدري تنقعيه في شوية مية كده لمدة ساعة، وبعد كده تاخديه تصفيه وتقلبيه على خلطة زي دي. رائع جدا جدا، هتشوفي احجام ما تتخيليهاش في الفراخ. كمان تقدري ان انت تحطي على الخلطة دي عيش، يعني تجيبي عيش مدشوش ماشي، او عيش عندك مبلول تبليه وبعدين تعصريه قوي قوي قوي، تنشفيه من المية، وتروحي حاطه عليه الحاجات دي اللي هو قشر الصويا ده وشوية دشيشة، وتقلبيهم. هما هيشربوا المية اللي في العيش، فبكده هتبقى وجبة جميلة جدا جدا، هتعجب الفراخ بتاعتك قوي، وهتخلي الفراخ صحتها حلوة واوزانها عالية جدا. القشر الصويا ده فيه احماض امينية وفيه بروتين عالي. فطبعا انا بدي دشيشة بس، مفيش عيش، فقلت اجيب بقى القشر الصويا ده. ممتاز، جربيه وان شاء الله هيعجبك جدا وهتدعيلي عليه. زي ما قلت لك كده، تقدري تضيفي عليه عيش، تقدري تعملي عيش مبلول وتضيفيه عليه، تقدري تجيبي سترس برضو مبلول وتحطيه عليه، بس ما تعمليش كميات كبيرة علشان ما يحمضش. اعملي على قدهم بس، على قد اللي ياكلوه بالنهار وخلاص. لكن عايزاه يبات قدامهم بالليل، يبقى خليه ناشف كده. ده كله ناشف، انا مش هضيف عليه اي مية علشان انا هخليه عندهم طول الليل، من بالليل لحد الصبح. لما تكوني عايزة تأكلي أكل يقعد فترات طويلة، خلي الأكل ناشف. انت موجودة قدامهم وهتحطي شوية صغيرة بشوية صغيرة، يبقى مفيش مشكلة ان انت تبلي العيش او تبلي السرس وتقلبيه على الايه، على النوعين دول، على الدشيشة اللي هي الذرة الصفراء المجروشة ناعم، دي الوسط، الدشيشة دي وسط. وفي منها الذرة الابيض برضو ممتاز جدا. الاتنين زي بعض، مفيش فرق يعني بين الابيض والاصفر. اهم حاجه برضو في الفراخ وانت بتاكليها، انك ما تاكلهمش اكل مبلول ولا اكل معجن. وكمان لازم تجوعي الفراخ بتاعتك في وسط اليوم، ما تحطيش الاكل باستمرار، لازم تنوعي في وسط بين الاكل، كل مره وجبه شكل علشان الفراخ تفضل شهيتها مفتوحه. لو حسيتي ان الفراخ بتاعتك شهيتها ضعيفه، تعملي كده، تجوعيهم وتنوعي لهم في الاكل. وطبعا وصفه التسمين اللي احنا بنعملها مش هتخليكي ابدا تحسي ان الفراخ ضعيفه.